السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم من جديد في هذه القناة اللي كنهضر فيها بكل صراحة وصدق على موضوع حساس كيهم بزاف، اللي هو الخوف من الدخلة كيفاش كيأثر على الجسم وكيقدر يولد تشنج المهبلي. هذا هو موضوع اليوم. اولا خلينا نهضر معكم بواحد الصراحة اللي تدخل بين اكثر الليالي اللي كتخلط فيها الفرح مع الخوف. التوقعات من الاسئله والقلوب كتكون عامره بالتوتر، ولكن المشكل هو ملي كيتحول هذا الخوف من مجرد رهبه عاديه الى خوف كبير كيأثر مباشره على الجسم المرأة وكيخلي العلاقه الزوجيه اصعب بزاف. اي وحده مقبله على الزواج غادي يكون عندها خوف طبيعي، رهبه من جديد، قله التجربه، الحياء، كثره الاسئله، واش غادي يكون مؤلم، واش غادي نكون قد المسؤوليه. لكن الخوف المرضي كيكون مختلف، كيولي يسيطر على التفكير كامل، كيتحول لهواجس وافكار سوداويه، كيدخل الجسم في حاله انذار قصوى وكيتشنج. كيفاش الخوف كيأثر على الجسم ديالنا عنده لغه ديالو. ملي الدماغ كيحس بالخطر كيبعث اشارات للعضلات باش تستعد للهروب والمواجهه. هاد الميكانيزم اللي كيسميوه طبيعي، لكن ملي كيكون الخطر غير وهمي بحال ليله الدخله الجسم كيبقى يتصرف بنفس الطريقه، كيتشنجوا العضلات، الرجلين واليدين، التنفس كيولي سريع وكيوقع شد عضلي قوي في المنطقه الحساسه. هاد الشد كيمنع العلاقه الزوجيه وكيخليها مؤلمه بزاف، وهنا كيظهر ما يسمى بالتشنج المهبلي. الحلقة المفرغة ديال الخوف والتشنج، المرأة كتدخل دائرة مغلقة، كتخاف، كيتشنج الجسم، كتحس بألم، كيولي عندها خوف أكبر من المحاولة في المرة الجاية، كتزيد كتشد أكثر، وهكا كتستمر الحلقة المفرغة. التأثيرات النفسية والاجتماعية اللي كتوقع، الزوجة كتبدا تحس أنها ناقصة أو مريضة، الزوج كيولي محتار، ممكن يفكر أنها ما كتحبوش أو رافضة. بعض الأزواج كيولدوا ضغط نفسي بكثرة المحاولات أو الغضب. العائلة مرات كتزيد طين بلا أسئلة وتعليقات جارحة. هذا الشيء كامل كيأثر على ثقة المرأة بذات نفسها وعلى العلاقة الزوجية اللي خاصها تبدا بالمودة والرحمة. خطوات عملية للتغلب على الخوف. المعرفة، أي الخوف كيقل ملي كنعرفو، قراية تفهمي جسمك وعرفي أن الأمر طبيعي وماشي عيب. الاسترخاء، خاصك تدربي على التنفس العميق، تمارين كيخليو الجسم يهدأ. الحوار مع الزوج خاصو يكون متفاهم ماشي ضاغط، الكلمات الطيبة والدعم كيعالجو نفس المشكل. طلب المساعدة، كاين علاج فعال وبطرق بسيطة للتشنج المهبلي، وماشي عيب تلتجئ للكوتش أو معالجة مختصة في علاج التشنج المهبلي. اللي بغيت نوصلو ليك هو أن الخوف من ليلة الدخلة ماشي عيب وماشي علامة ضعف، بالعكس هو مجرد إحساس طبيعي كيقدر أي وحدة تعيشو، لكن ملي كيولي كبير بزاف كيأثر على جسمك. خاصك توقفي وتواجهيه بالوعي وبالراحة النفسية وبالحلول الصحيحة. انا هنا باش نعاون اي وحده محتاجه دعم او ارشاد نفسي، وحبيت نشارككم هذا الموضوع باش تحسوا انكم ماشي بوحدكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع صحباتكم وتخليو لي ارائكم في التعليقات. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم متألقين.